شيكو بانزا مش في تشكيلة نادي الزمالك النهارده، ومفاجأة كبيرة في تشكيلة نادي الزمالك. تشكيلة نادي الزمالك النهارده هتبقى مباراة الأهلي والزمالك، هتبقى مباراة مهمة جدا جدا لكل جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك عايزة تكسب النهارده عشان تفضل في الصدارة وتحافظ على الصدارة بعد ما المصري اتغلب امبارح من حرس حدود، وأيضا بعد ما بيراميدز كسب برضه بيدي ضغط على نادي الزمالك ان بيراميدز قرب، ولو الاهلي كسب الزمالك هيبقى قرب او بنسبه كبيره هيبقى هو التاني. ولكن نادي الزمالك عايز يكسب عشان يقول انا لسه في الصداره ويحافظ على الصداره. ده كانت اهم احداث النهارده اللي تتعلق على الماتش او كل احداث الفرقتين. يعني الاهلي عايز يكسب عشان يبقى المركز الثاني ويقرب على الاول ويقدر ينافس او يقدر يقرب ويبقى الاول. اما نادي الزمالك عايز يحافظ على الصداره بعد ما نادي مصر اتغلب امبارح من حرس حدود، وبيراميدز ايضا كسب طلائع الجيش. ودي منافسه قويه ما بين الزمالك والمصري والاهلي وبيراميدز، وماتش ومباراه قويه جدا جدا. قمه من اهم المباريات في العرب عامه. اهلي والزمالك هتلاقي في السعوديه، هتلاقي في الامارات، هتلاقي ناس كتير بتتابع الماتش ده، ان الماتش مهم جدا جدا. هنتكلم النهارده على تشكيله متوقعه النادي الاهلي وتشكيله متوقعه النادي الزمالك وتوقعاتنا للمباراه. انتوا اللي هتكتبوا مين اللي هيكسب النهارده. اكتبوا لنا في التعليقات مين اللي هيكسب، الاهلي ولا الزمالك. تشكيله نادي الزمالك هتبقى في حراسه المرمى محمد صبحي، على اليمين عمر جابر، على الشمال بنتاج بعد عودته ومحمد اسماعيل، وحسام عبد المجيد في الدفاع. قدام في خط النص هيبقى دونجا وعبد الله السعيد قدامهم ناصر ماهر وادم كايد على الشمال واخوان بزيرة على اليمين، وقدام عدي دباغ. دي تشكيله متوقعه لنادي الزمالك، ولكن ممكن يعمل مفاجاه فريرا ويدخل احمد حمدي ويرحل ناصر ماهر على الشمال. دي تفكيرات وكلام في معسكر نادي الزمالك اللي ممكن يعمل الحوار ده، ولكن اعتقد ان فريرا مش هيغامر او مش هيخترع ويلعب بالتشكيله اللي قلناها في الاول. اما النادي الاهلي بعد غياب او تاكد غياب زيزو وايضا عوده امام عاشور في كلام كتير، ولكن النادي الاهلي هيبدا بالتشكيله المتوقعه. هيبدا بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، على اليمين محمد هاني، على الشمال كوكا، في الدفاع العش وياسر ابراهيم. خط النص هيبقى اليو ديانج ومروان عطيه، وقدامهم تريزيجيه، على الشمال بن شرقي، على اليمين طاهر محمد طاهر، الفيرو محمد شريف. دي من وجهه نظرنا. او ممكن يحصل تغيرات وينزل بن رمضان ويرحل زي تريزيجيه في اليمين وبن شرقي في الشمال ويلعب محمد شريف. او ممكن يبدا بتريزيجيه في الشمال وطاهر في اليمين، ويبقى محمد شريف فرود قاعد بن شرقي كبديل مع امام عاشور. بدلاء قويه. دي كانت اهم الاخبار. تنساش اللايك والاشتراك في قناه كلام في الكوره عشان نقدر نكمل في اخبارنا الاوروبيه والمحليه. تنساش تتوقع مين اللي هيكسب النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.